في يوم 6 مايو سنة 1916 الناس في بيروت ودمشق صحيوا على منظر نسخة بالكربون. لقوا مشانق متعلقة في ساحة البرج اللي بقى اسمها ساحة الشهداء وساحة المرجة. الناس كانوا واقفين بيتفرجوا على 21 راجل جدع، 14 منهم في بيروت وسبعة في دمشق، مثقفين ومحامين وغيرهم، شايفينهم مربطين وطالعين على المنصات المنصوبة في حفلة إعدامات على عينك يا تاجر. تهمتهم كانت الخيانة. قالك كانوا بيتآمروا مع إنجلترا وفرنسا علشان يساعدوهم يعملوا دولة عربية مستقلة. كل الشغل ده كان بأوامر من السفاح، اللي رغم إن هو تسبب في قتل أكتر من العدد ده ب50,000 مرة، إلا إنه بالحركة دي كان بيحرق نفسه بنفسه. أحمد جمال باشا اتولد سنة 1872، أبوه كان صيدلي في الجيش ومن عيلة مرتاحة. دخل الكلية الحربية وبقى من الناس اللي ليها كلمة في جمعية الاتحاد والترقي، واللي طلعت علشان تبقى ضد السلطان عبد الحميد الثاني وترجع الدستور وتعدل الميلة في اللي باقي من الدولة العثمانية، وفي الآخر هم اللي جابوا ظرافها. سنة 1913 بقى ضلع في مثلث الرعب انور، طلعت، وجمال، واللي كانوا هم الحكام الفعليين للدولة العثمانية في فترة الحرب العالمية الأولى. لما الدولة العثمانية اتحالفت مع ألمانيا، جمال باشا مسك قيادة الجيش الرابع اللي كان موجود في الشام، وأول حاجة عملها إن هو حاول يحارب الإنجليز عند قناة السويس، بس خد على عينه جامد. الإنجليز قتلوا حوالي 2000 جندي عثماني قصاد 32 بس من عندهم. ده غير طبعا إنه فشخ معنويات الجيش، هو شخصيا هبت منه وبقى يشك في كل اللي حواليه ويتغاشى مع الكل. الراجل ده كان ليه دور كبير جدا في المجاعة الكبرى في لبنان وسوريا في الحرب العالمية الأولى، واللي كانت من أسوأ الكوارث الإنسانية في المنطقة. مجاعة بشعة جدا قتلت تقريبا نص سكان جبل لبنان أو أكتر، ما بين حوالي 200 ألف ل 375 ألف شخص من إجمالي 469 ألف شخص. بتخيل العدد؟ بسببه كمان مات الآلاف في سوريا علشان كان بيمنع وصول أي أكل أو مساعدات. ده غير طبعا دوره في الإبادة الجماعية للأرمن. 1.5 مليون بني آدم راحوا ضحية مجاعات ومجازر، هم نفس الناس اللي كان ساعدهم قبلها لما تعرضوا لمجازر في أدنى سنة 1909. بعد 4 أيام بس من إعدامات مايو سنة 1916 اللي بدأنا بيها، بدأت الثورة العربية الكبرى اللي كانت بقيادة الشريف حسين في الحجاز. والثلاث بشوات لما لقوا المركب بتغرق هربوا على مركب ألماني، والمحكمة في اسطنبول حكمت عليهم بالإعدام غيابي. جمال باشا حاول يستخبى لحد لما سنة 1921 في مدينة تبليسي في جورجيا شاب أرمني من منظمة سرية اسمها عملية نمسيس، واللي كان هدفها اغتيال المسؤولين عن الإبادة الجماعية للأرمن. قابله وقرر إن هو ياخد حقه وحق شعبه. دفن هناك لحد لما رجعوا جثته لتركيا سنة 1996.